اختراق علمي يحول البشر إلى جنود أبديين، موارد حية بلا إرادة حرة. لكن في أحد الأيام يحدث خلل ويبدأ أحد النسخ في مقاومة النظام. عام 2054 تيمو وميكي بارنز، شخصان عاديان يحاولان النجاح ببيع المعجنات، استعارا المال من زعيم عصابة لا يرحم لإطلاق مخبزهما وفشلا ذريعا. وعندما لم يتمكنا سداد المال ساءت الأمور. الرجل الذي كان مدينين له داريوس بلانك كان ساديا يستعرض الإعدامات المدينين بمنشار كهربائي، وبعد أن أدركا أنهما لا يريدان مواجهة نفس المصير، قرر ميكي وتيمو الانضمام لبعثة استعمارية لكوكب نيفلهيم الجليدي كوسيلة للهروب من الأرض. كان تيمو محظوظا بما يكفي ليتم اختياره كطيار، بينما لم تتمكن ميكي الصعود للسفينة بتولي المنصب الوحيد الذي لم يرده أحد الشخص القابل للاستغناء عنه. في جلسة التعريف التقى ميكي بجيما، موظفة توظيف للبعثة. حاولت شرح المخاطر، لكنه كان مشتت الذهن برائحتها. ذكرته برائحة والدته، واجتاحته بقوة ذكرى حادث السيارة جعله يتيما وأدخله رعاية التبني. ومع ذلك وافق المختبر بنسخ ذكرياته احتياطيا قرصا صلب. دوره الذهاب في مهمات قاتلة مع احتمالية عالية للموت، لكن مهلا، إذا مات فلا مشكلة، فهم ببساطة يعيدون طباعته باستخدام طابعة حيوية ثلاثية الأبعاد ونفايات بيولوجية معاد تدويرها. انطلقت السفينة في رحلتها 4 سنوات بقيادة كينيث مارشال، سياسي متغطرس بعقدة المنقذ. غريب الأطوار أم لا، كان لديه طاقم يؤمن بالبعثة. كانت الموارد شحيحة والطعام يوزع بحصص صارمة، لكن ميكي حصل على القليل الإضافي بفضل ناشا باراج، ضابطة الأمن التي وقعت في حبه منذ اللحظة الأولى. أصبحا عاشقين سريين يسرقان أي وقت يمكنهما قضاءه معا. ما المشكلة؟ ميكي يستمر في الموت، اختبارات الإشعاع، التعرض للغازات السامة، تجارب الأسلحة، سم ما شئت، كل مهمة كانت حكما بالإعدام. كانت استنساخات ميكي أول من يخطو على نيفلهيم وأول من يسقط ميتا بسبب الهواء السام. في النهاية طور العلماء لقاحا سمح للبشر بالتنفس على الكوكب. بحلول ذلك الوقت مات 17 نسخة من ميكي. ومع أن الغلاف الجوي أصبح الآن قابلا للحياة، أرسل الطاقم فريقا من 4 لاستكشاف الكوكب. لكن ظهرت حينها الوحوش، مخلوقات ضخمة كابوسية تشبه حشرات الحبوب العملاقة. أصيبت امرأة بالذعر وأطلقت النار بشكل عشوائي، قتلت وسط الفوضى. مارشال غاضبا بشدة، لديهم ميكي لمواقف كهذه، وبدلا من ذلك فقدوا امرأة جميلة بإمكانها المساعدة في الاستعمار المستقبلي. ميكي قابلا للاستغناء عنه، أما هي فلا. وكعقاب أمر ميكي 17 بأكل نصف الكمية المعتادة والعمل بضعف الجهد. وأثناء دراسته للحقول الجليدية اللامتناهية في نيفلهيم سقط بكهف واحتاج للمساعدة. وعندما وصل تيمو للموقع لم ينقذ صديقه، بل سرق قاذف اللهب، محكوما بذلك على المستنسخ بالموت. وفي تلك اللحظة ظهرت زواحف مرعبة وملكتها الضخمة وهاجمت ميكي 17. عندما أدرك أنه على وشك الموت فقد ميكي وعيه، وبعد فترة من الزمن استعاد ميكي 17 وعيه، ووجد نفسه يسحب من ساقه بواسطة ملكة الزواحف، ولم يلتهم كما كان يتوقع. يفترض أنها تأخذه إلى عرينها لتطعمه لصغارها. مستعدا لتقبل مصيره ينتظر الموت، آملا أن يستيقظ في النسخة التالية من نفسه، لكن لا يحدث شيء. بدلا من أن تطعمه لصغارها تدفع الملكة وصغارها ميكي 17 مرة أخرى للسطح المغطى بالثلوج. لم يدركوا أن الوحوش أنقذت حياته، وظن أنهم لم يأكلوه لأنه وجده غير شهي كونه مستنسخا من نفايات بيولوجية. وأثناء محاولته البقاء بالبرية المتجمدة لمح ميكي 17 مركبة نقل تتجه عائدة للقاعدة. لم يره السائق يسمعه. ميكي تمكن من اللحاق بالمركبة. عودته للسفينة الفضائية، يتجه مقصورته ليستريح. عندما يدخل السرير يلتقي بميكي 18، النسخة المستنسخة التالية أنشأتها الشركة. يدرك ميكي 17 أن هناك خطبا ما. لم يمت، لكن لا أحد سيكلف نفسه عناء التحقيق، فهم مجرد نسخ مستنسخة يمكن الاستغناء عنها، ولا يمكن السماح إلا لواحد منهم بالبقاء. وعلى الرغم من تشابه مظهر ميكي 17 وميكي 18، إلا أنهما مختلفان تماما. ميكي 18 قاس وعدواني، يهاجم ميكي 17 ويرمي دمبل على رأسه. سبب عدائهما يعود إلى أحداث وقعت قبل نحو 5 سنوات على الأرض. حاولت الشركة إنشاء نسخ مستنسخة، لكن ذلك أدى لعواقب كارثية. تمكن قاتل متسلسل من الوصول لتكنولوجيا الاستنساخ وصنع عدة نسخ من نفسه، مما أتاح له التواجد بأماكن عدة بنفس الوقت. بينما وفرت بعض نسخه لنفسه أعذارا، واصل الآخرون جرائمه دون أن يشك أحد في الأمر. وعندما اكتشفت السلطات الحقيقة حظرت النسخ المكررة والاستنساخ بشكل كامل. ومع ذلك ناضل مارشال قائد المهمة لتخفيف الحظر تحت شروط صارمة. كان بإمكانه استخدام النسخ المستنسخة كأصول قابلة للتضحية، لكن كان لابد من تطبيق قاعدة روح واحدة جسد واحد.
وإذا حدث خطأ يتم إعدام كلا النسختين دون أي نقاش. عندما استيقظ ميكي 17 محاطا بالقمامة، أدرك أن ميكي 18 حاول التخلص منه عبر رمي جسده في بركة من الحمم المنصهرة. دافع ميكي عن نفسه وأمسك بثقل حديدي، لكنه كان طيب القلب جدا ليقتل. ولم يستطع ميكي أن يهاجم نسخته، فعرض إمكانية التعايش السلمي. رفض ميكي 18 الفكرة بشكل قاطع وهاجمه، لكن مواجهتهما قطعت فجأة بظهور أعضاء آخرين من الطاقم. بينما يختبئ النسختان من ميكي، يشاهدان تيمو وهو يجري صفقة سرية حيث يتاجر بمواد غير قانونية. ميكي 18 الذي يحتفظ بذكريات النسخ السابقة من نفسه يعلم أن تيمو الذي نشأ معهم في الميتم كان دائما شخصا سيئا وقد خانه مرارا وتكرارا. معتقدا أن تيمو مسؤول عن الكثير من المعاناة في حياته، يهاجم ميكي 18 الطيار ويضربه ويحاول دفعه إلى حفرة الحمم البركانية. يحاول ميكي 17 إيقاف القتال وإنقاذ تيمو، لكنه يهزم. يبدو أن تيمو هالك لا محالة. يظهر أعضاء آخرون من الطاقم ويطالبه بالصمت. عندما يلتقي ميكي 18 بانوشيا، يتظاهر بأنه النسخة الوحيدة من نفسه، وهو على علم بعلاقتهما، فيحتضنها قبل أن يتوجها معا إلى مقصورتها. يشعر ميكي 17 بالغضب من الخيانة، إذ يحب نوشيا ويعتقد أنه ليس من حقها أن تكون مع أي شخص آخر. استنساخه يتبعهم، لكن مارشال يوقفونه. يتبين أن ميكي 17 دعي إلى عشاء رسمي في الجناح الخاص لقائد المستعمرة، شرف غير متوقع للموظفين المتميزين، ويعد ذلك مكافأة نادرة نظرا لأن الطعام على متن السفينة يوزع بدقة حسب السعرات الحرارية وهو شحيح للغاية. يريد ميكي 17 أن يوقف علاقة نوشيا مع النسخة المستنسخة، لكن الجوع يدفعه للاستسلام للإغراء وقبول دعوة مارشال وزوجته إلفا. قريبا تصل كاي كاتس إلى العشاء، وهي فتاة فقدت مؤخرا أعز صديقاتها بعد بعثة استكشافية خطيرة في الكهوف. إنها حزينة للغاية ولا تزال غير قادرة على تقبل الخسارة. يقدم مارشال وإلفا نخبا لتكريم عضو الطاقم الراحل، ويشيران لكاي بأنها عنصر ثمين للتكاثر. وبعد صلاة قصيرة تنقطع المحادثة عندما يشعر ميكي 17 فجأة بتوعك. يسرع أطباء من مركز العلوم ويدركون أنه تناول طعاما اصطناعيا تجريبيا. تتدهور حالته ويبدأ يتلوى من الألم. يقترح رئيس فريق العلوم تجربة أخرى حيث يحقنه بمسكن ألم جديد، لكن ذلك يزيد الأمور سوءا. وبعد أن قرروا أن أبسط حل هو إنهاء معاناة ميكي 17 وصنع نسخة مستنسخة جديدة، يخرج مارشال مسدسا لإعدامه. يتوسل ميكي 17 من أجل حياته، بالكاد قادرا على مغادرة غرفة مارشال. يكافح ميكي 17 للعودة لمقصورته، لكنه ضعيف جدا لا يستطيع المشي بمفرده. تساعده كاي وتأخذه لغرفتها حيث تجهز له علاجا للمعدة لتخفيف ألمه. وأثناء حديثهما تسأله عما يشعر به عندما يموت. يعترف ميكي 17 بأنه لا يزال لم يعتد على ذلك، وأنه في كل مرة يشعر بخوف هائل. هذا الخوف لا يمكن السيطرة عليه. وصديقه المتوفى على الأرجح شعر بنفس الشيء قبل أن تموت. وبينما تخفي كاي مشاعرها تجاه ميكي، تقرر أن تقبله، لكنه يبقى وفيا لنوشيا ويهرب عائدا إلى مقصورته. وعندما يعود لحجرته يكتشف ميكي 17 أن ميكي 18 أخبر نوشيا بكل شيء، وهي منفتحة على فكرة أن تكون مع النسختين. وتحت تأثير مواد غير قانونية ترسم نوشيا أرقامهما التسلسلية على صدور النسختين، مقترحة تجربة جديدة آمنة تماما. لطالما حلمت بقضاء الليلة مع كليهما، ولا تعتبر التواجد مع نسخة مستنسخة الخيانة. ميكي 18 مستعد للاستمتاع، لكن ميكي 17 يجد صعوبة بتقبل الفكرة بسبب حبه العميق لنوشيا. وبينما تصل الأمور للحظة محرجة ومتوترة، تدخل كاي الغرفة فجأة وتلاحظ وجود النسختين، ثم تسرع بالخروج. خوفا من انكشاف الأمر تحاصر نوشيا عميل الأمن وتتوسل إليه أن يبقى صامتا. توافق كاي بشرط واحد: يجب على النسختين أن تقسما العمل والطعام بالتساوي، وأن يحصل الإصداران على فرصة البعث من جديد مع الحفاظ على هويتهما المنفصلة. بهذا الاتفاق سيحمل أحد النسختين رقما فرديا مثل 17 19 21، بينما يحصل الآخر على رقم زوجي. الخطة مثالية. لدى كاي طلبا آخر. تريد ميكي 17 تحبه منذ وقت طويل وعرضت تقاسم الرجلين، لكن نوشيا ترفض تماما. تصر على أن كلا النسختين من ميكي ملك. إنها تحبهما معا مهما بدا ذلك غريبا. وبينما تتجادل المرأتان لفك تشابك وضعهما، يكتشف ميكي 18 أمر الغداء التجريبي وينفجر غضبا. يمسك ميكي 18 بمسدس نوشيا ويتجه مباشرة إلى موقع برنامج منوعات مرح، مصمما على إعدام مارشال على الهواء مباشرة لمعاملته الاستنساخات البشرية كأدوات. وفي هذه الأثناء، وخلال احتفال على مستوى المستعمرة، يكشف مارشال عن لوح حجري ضخم سيحمل أسماء جميع أعضاء البعثة.
يعد بالمجد والازدهار، غير مدرك أن ميكي 18 موجود بالفعل داخل القاعة، مستعدا ومسلحا. وبمجرد أن يبدأ مارشال خطابه، يلاحظ أحدهم وجود ثقب في الحجر. يزحف مخلوق صغير زاحف خارجا، ينفجر الذعر. يهرع الناس نحو المخارج ليكتشفوا أنها مغلقة بإحكام. يبدأ مارشال إجراءات الإغلاق والتطهير، ويأمر ميكي 17 بالقبض على المخلوق. بمساعدة علماء، يتمكن ميكي 17 من محاصرة الوحش الصغير، وفي الوقت نفسه يصوب ميكي 18 سلاحه نحو مارشال، لكنه يخطئ الهدف. فجأة ينقض زاحف آخر على مارشال. يصاب عملاء الأمن بالذعر ويطلقون النار عشوائيا، فيقتلون قائدهم خطأ. ينكشف سر النسخ، ويلقى القبض على كلاميكي مع نوشيا، ويزج بهم في سجن المستعمرة. وبينما هم محتجزون في زنازين منفصلة يحاولون فهم ما حدث، تقترح نوشيا كذبة أن يقولوا إن ميكي 18 رأى المخلوق الثاني أولا ولم يكن يصوب نحو مارشال، قد ينقذهم ذلك من الإعدام. يلوم ميكي 17 نفسه، يخبر الآخرين بما حدث فعلا في الكهف الجليدي، وكيف أن الزواحف لم تحاول إيذاءه، لقد حاولوا إنقاذه. يدرك الجميع أن هذه الكائنات الفضائية قد لا تكون خطيرة على الإطلاق، بل قد تكون ذكية ومسالمة. يجب أن يخبر أحدهم قيادة المحطة قبل فوات الأوان. في هذه الأثناء يقتحم تيمو ومساعده السجن. اتضح أن الهروب إلى كوكب آخر لم يمحو ديونهم. أرسل داريوس محصلا وراءهم. الآن لم يعد لديهم وقت ولا خيارات، إما أن يدفعوا بسرعة أو يقتلون أحد النسخ ليكسبوا عفو داريوس. يختار تيمو الخيار الثاني. بالنسبة له، ميكي يمكن الاستغناء عنه. سيطبعون واحدا آخر فقط. يهرب منشارا للداخل، مستعدا لتقطيع أحدهم 13 قطعة وتسجيل ذلك لداريوس. لكن ميكي 17 يتقدم. يتحمل اللوم. مات قبل أيام، والآن يواجه ذلك. يقترح ميكي 18 ترك النسخة الأضعف وأخذه بدلا منها. لكن أولا يطلب أمنية أخيرة. اتضح أنها كانت فخا. يستغل اللحظة ويوجه لكمة لمساعد تيمو. وبتناغم تام يستولي ميكي 18 ونوشيا على مفاتيح الزنزانات وينطلقان هاربين. يهددون تيمو بمنشار كهربائي، لكن قبل أن يتمكنوا من الابتعاد يعترضهم حراس المارشال. وأثناء مشاهدته لشجاعتهم واستعدادهم للمخاطرة بكل شيء، يدرك ميكي 17 أخيرا أن نوشيا هي الشخص الوحيد الذي أحبه وقدره حقا. لقد كانت بجانب كل نسخة منه تحميه دائما. حتى عندما كان الموت محتما بقيت معه حتى النهاية. يشعر بامتنان عميق يغمره. الآن يتم اقتياد كل من ميكي ونوشا إلى المارشال الذي سيقرر مصيرهم، الحياة أو الموت. وأثناء الطريق يمرون بمجموعة من العلماء الذين أمسكوا بمخلوق صغير لدراسته. وعندما ينظرون من النافذة يدركون شيئا مرعبا. آلاف من نفس المخلوقات قد أحاطت بمحطة الفضاء. ربما جاءوا لإنقاذ الصغير، أو ربما يستعدون للقضاء على البشر، معتبرين إياهم غزاة عدائيين. تحاول دوروثي تقليد الأصوات الغريبة التي تصدرها تلك المخلوقات، وتتفاجأ عندما يرد ميكي 17 بطريقة مشابهة. لقد سمع هذا النوع من اللغة من قبل. إنه يعلم أن هذه الكائنات ليست الوحوش التي يعتقدها الجميع. في المختبر تكشف إلفا عن مستوى مرعب من القسوة. تقطع ذيل المخلوق فقط لصنع صلصة. في الخارج تثور المخلوقات المتجمعة بغضب، كأنها تشعر بمعاناة أحد أفرادها. مارشال الذي أصبح الآن مرتديا الزي العسكري الكامل ويطلق على نفسه لقب جنرال السفينة، يكوي خد ميكي 18 بحديد ساخن ليميز بين النسخ المستنسخة قبل أن يخطط لقتلهما معا. ولكي يوضح تهديده يدمر آخر نسخة احتياطية من ذاكرة ميكي، محذرا إياهم أن هذه المرة ستكون النهاية الحقيقية. تتدخل ناشا للدفاع عنهما وتتوسل لقضيتهما، لكن لا أحد يستمع. يتحدث السجناء يقولون إن هذه المخلوقات ذكية، إنها قادرة على التواصل، وليست تشكل تهديدا إلا إذا تم التعامل معها كعدو. تضيف دوروثي أن فريقها طور جهاز ترجمة أولي يعمل كمترجم فوري، وهي مستعدة للمساعدة. يضحك مارشال على فكرة التفاوض مع وحوش. ورغم المفارقة فإن البشر هم الغزاة الحقيقيون هنا. الآن ترى ناشا الأمر بوضوح. مارشال ليس قائدا، إنه جبان يختبئ خلف الغرور. وعندما يحاول التكلم يمسك بالمخلوق الصغير ويعلقه من ظهره ويتدلى به فوق حفرة حمم منصهرة. والطريقة الوحيدة لإنقاذه هي أن تمسك الخطاف بأسنانها، وهو ما تفعله ناشا دون تردد. وفي هذه الأثناء يقوم طاقم مارشال علماء الأرض بتسجيل كل شيء بكاميرات خفية. إنهم يجمعون الأدلة على إساءة استخدامه للسلطة ومستعدون لفضحه. قائد المستعمرة مستعد لإبادة المخلوقات باستخدام غاز سام، لكن زوجته تقترح بديلا مشوها. اعفو عن أحد النسخ وأعطيه مهمة. يجب على ميكي 17 وميكي 18 جمع 100 ذيل من المخلوقات حتى تتمكن إلفا من الاستمرار في طهي صلصاتها الثمينة. الأول الذي ينتهي سيتم العفو عنه، أما الخاسر فسيعدم. لا يمكنهما الرفض.
كلاهما مزود بأحزمة انتحارية يتحكم بها عن بعد. مارشال تفجيرها وقت، وأثناء توجههما مهمتهما المميتة تعطيهما دروثي سرا جهاز الترجمة، مما يمنحهما فرصة للتحدث مع المخلوقات بدلا من قتلها. ميكي 17 يسرع لأم الحضنة المخلوقات، حيث يشكرها على إنقاذه ويحذرها من خطة مارشال المرعبة لاستخدام الغاز ضدهم. لكن أم الحضنة لا تخشى الموت، فهذه الوحوش قوية بما يكفي لتدمير البشر بصيحة متزامنة واحدة تولد موجة صوتية مرعبة. وكما يتضح، جاءت هذه المخلوقات إلى المحطة ليس فقط لإنقاذ الطفل الثاني الذي نجا، بل أيضا للانتقام لأحد أفرادها الذي قتل بالرصاص. يجد البشر أنفسهم أمام خيارين: إما إعادة الطفل وتنفيذ حكم الإعدام على أحدهم لإظهار نواياهم السلمية، أو خوض حرب شرسة مع المخلوقات، حرب لن يخرج منها منتصر سوى طرف واحد. وفي محاولة لإحلال السلام، يرسل ميكي 17 إشارة لضرورة إعادة الطفل، إلا أن إلفا غاضبة بشدة لأن المفاوضات مع زعيمة جنس فضائي لا يديرها زوجها، بل يتولاها مستنسخ يمكن الاستغناء عنه. وبموافقة منها، يقترح مساعد مارشال أن يواصلوا المفاوضات فقط لنصب كمين وتنفيذ إعدام بحق المخلوقات، بما في ذلك الأم الملكة. يدعم مارشال الخطة، ويستعد فريق من الجنود المسلحين للتحرك تحت ستار الدبلوماسية. تدرك المخلوقات التهديد، فتنشئ دوامات متحركة لإخفاء الموقع الحقيقي للأم الملكة. وفي هذه الأثناء تهاجم ناشا إلفا وتخنقها مطالبة بالسماح لها بمغادرة السفينة. يبرم مساعدو مارشال الذين يعملون سرا لصالح شركة على الأرض صفقة تسمح لناشا بالهروب مع مخلوق صغير. تعيد الرضيعة للأم الملكة، لكن هناك جزءا ثانيا من الصفقة. وعندما يرى ميكي 17 وناشا سعداء، يدرك ميكي 18 أنه يجب عليه أن يقدم التضحية القصوى. يتسلل لمركبة نقل وينصب كمينا لمارشال ويضربه بوحشية. رغم أن ميكي 18 كان مرعوبا من الموت، يعلم أن أفعاله تصب في مصلحة الجميع. يقوم بتفعيل جهاز التفجير ليأخذ معه مارشال في عمل نهائي متفجر. بعد 6 أشهر حل الربيع. نجح البشر في بدء استعمار الكوكب، وتعلموا كيف يعيشون جنبا إلى جنب مع المخلوقات. يجتمع طاقم المحطة لتكريم ناشا التي أصبحت قائدة المستعمرة. تعلن أن معظم القوانين القديمة قد ألغيت، بما في ذلك الحظر على استنساخ البشر. تقترح تدمير الطابعة الحيوية وتوكل المهمة إلى ميكي. يتأمل ميكي في الأشهر ال6 الماضية كانت مليئة بالتحديات. كان عليهم تعلم الحياة من جديد من الصفر. كاد تيمو أن يقتل رجل داريوس، لكنه نجا وتبرأ في المحكمة. أصبحت ناشا الآن قائدة واثقة وقادرة، لكن ميكي لا يزال يعاني من كوابيس عن زوجة مارشال التي توفيت في اليوم التالي لوفاة زوجها. رغم كل ما واجهوه فقد صمدوا، والآن مع اقتراب تدمير الطابعة الحيوية على وشك أن يبدأ عصر جديد للكوكب. هل تبرر نجاة البشرية تدمير الحياة الفضائية؟ قائد المستعمرة مستعد لإبادة كائنات ذكية لضمان الأمان، لكن هل يحق للبشرية أن تقرر مصير أنواع أخرى عاقلة؟ شاركنا رأيك في التعليقات بالأسفل، واضغط زر الإعجاب واشترك في القناة.